بصراحة بقى وصفة النهاردة مفيش أحلى وأجمل منها. كل ما بعملها بتطلب مني تاني من كتر ما هي سهلة وبسيطة، وكمان الصوص بتاعها خطير تحفة بجد. يلا بينا نشوف الطريقة النهاردة. نبدأ كده بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. معايا النهاردة بطل الحلقة بطل الوصفة البصل. نقطعه كده شرايح رفيعة زي ما انتم شايفين، وخرط عليه فصين توم. عايزه اقول لكم يا بنات، يا ريت نكتر في البصل. انا ندمت في الوصفه دي ان انا ما زودتش بصل قد ده كمان. بصوا بجد تحفه. توابلنا ايه بقى؟ ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم وبصل بودر، وكمان كاري وكركم وسبع بهارات. معايا ليمونه كبيره، لو ما عندكيش ليمون كبير حطي ليمونتين صغيرين. بصوا بتفرق جدا في الطعم يا بنات. معايا كمان ايه، معلقتين كبار كده من عسل النحل، وكمان معلقتين كبار من الزيت. هي دي بس التتبيله، مفيش اكتر من كده. بصوا مفيش اسهل من كده. زي ما انتم شايفين كده البصل تحس ان هو كتير، لا هو مش كتير. بعد كده البصل ده لما بيستوي يا بنات بيخف خالص. يعني في اكلات تحب البصل الكتير. شايفين؟ هفضل بقى ايه، اقلب كده بايدي وادعك بايدي البصله. عايزاها تنزل الميه بتاعتها او الصوص بتاعها زي ما انتم شايفين كده. اجيب الفراخ. طبعا الفراخ مغسولة ومنقوعة ومتصفية ومتنشفة. تنشيف الفراخ ده يا بنات مهمة جدا علشان التتبيلة تلزق فيها. تمام. طبعا انتي لو عندك صوص باربيكيو، لو عندك اي صوص تاني، مستردة، كاتشب، بتحبي تضيفي صلصة معاها، بس بحس الصلصة بتغير طعمها شوية، بتغير طعم البصل شوية. برضو لو عندك دبس رمان او صويا صوص برضو بتبقى حلوة قوي. هبدأ كده بقى ايه، دي بقى اهم مرحلة، ان انتي بصوا هتمسكي قطع الفراخ بتاعتك، تدعكيها كويس قوي في البصل. بصوا دي خطوة مهمة جدا من جوه ومن بره، وكوني عاملة فتحات فيها. شايفين عاملة ازاي؟ نحاول بقى ان احنا نسيبها في كل ما هتسيبيها في التلاجة كل ما هتلاقي الصوص بتاعها بينزل، وتبقى بصوا ريحتها تحفة. بصوا يا بنات، انا طبعا مستعجله فما سبتهاش كتير، يعني مش اكتر من نص ساعه. سبتها كده، طلعت بقى ايه الفراخ بتاعتي من البصل اهو. وهبتدي بقى ان انا اسويها. عايزه اقول لكم حاجه بنات، ان الفراخ ممكن تعمليها بصدور، وراك، دبابيس، فرخه كامله. انا عاملاها فرخه كامله عادي. هجيب بقى البصل بتاعي واحطه تحت. شفتوا بقى، انا قايله لكم ان انا ندمانه ان انا ما زودتش البصل يعني الف هنا وشفا، اتاكل اكتر من الفراخ. شايفين؟ هطلع بقى الفراخ بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين. الناس اللي بتشتكي ان الصدر بتاعها ما بيستويش والورك بيستوي بسرعه ويعني وبيتهرق، بص هقول لكم على حاجه. انا بقسم الفرخه عندي ل 8، وكمان بجيب الصدر بقسمه على 4. يعني صدر الفرخه كامل بقسمه على 4، وبفتح في الصدر كده كاني عاملاه زي المسحب يا بنات. الصدر نفسه مبقاش كوره كده، لا بفتحه كده من الظهر كانه مسحب، او زي السمكه السنجاري بتفتحيها كده بتبقى رفيعه، فبتاخد نفس الوقت بتاع السوا بتاع الورك او الدبوس بتاعي. بصوا بقى، حطيت البصل تحت، رصيت الفراخ، وبعد كده حطيت ايه، كام بصلايه فوق. عايزه اقول لكم ان انا نزلت البصل ده تحت تاني عشان افتكرت ان هو بيتحروق معايا في الاخر. حبيت احط كمان نص كوبايه من الميه قبل ما احطها الفرن، علشان احنا صراحه يا بنات بنحبها فيها صوص حبتين. انت لو حباها ناشفه خالص براحتك، بس انا بحب الفراخ بتاعتي يبقى لها صوص كده، بصوص البصل كده. حطيتها طبعا على في الفرن درجة حرارة عالية 220. شايفين بقى؟ شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم الصوص ده احلى من الفراخ كمان، مفيش اجمل ولا اطعم ولا احلى من كده. بصوا خطيرة. والفراخ كمان ايه، دايبة ومستوية وزي الفل. عايزة اقول لكم سخنة جدا اهو. بصوا الفراخ زي الفل. عارفين يا بنات، انا لو كنت سبتها شوية كمان كانت كمان خدت طعم احلى واجمل، بس انا كنت مستعجله. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. متنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. تكتبوا لي كده ايه كومنتات حلوه، ونشوف ايه الفتره الجايه هنعمل وصفات حلوه ايه مع بعض. اتمنى وصفتي تعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.